بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه، واهلا بكم في فيديو جديد من قناه شبرون الاهلاوي. طبعا يعني في بعض الاخبار، بس اهم خبر معانا النهارده مباريات الاهلي في المرحله النهائيه اللي هو الدور الثاني. خلاص القرعه اتعملت ونزلت مباريات الاهلي. اول مباراه يا جماعه تبقى يوم اللي هي الجوله الاولى يوم 3 ابريل، 3 ابريل 2026. الاهلي هيقابل سيراميكا كليوباترا على استاد المقاولون العرب الساعه 8 مساء. انا مش عارف ليه المقاولون العرب، لانه استاذ مش حلو اساسا، وده اللي احنا اتغلبنا منه كان من مين يا ربي؟ اللي كنا تعادلنا قدامه، باين كنا تعادلنا قدام زد، باين صح، مش متذكر قوي يعني. ماشي. فالملعب مش حلو والارضيه مش حلوه كده، فاتمنى ان احنا نغير استاد المقاولون العرب، نشوف اي حتى تعالوا نلعبوا هنا في غزل دمياط ولا في دمياط ولا حاجه، هنلعبوا تحت بيتنا احسن. ماشي. قال لك الجوله الثانيه تبقى الاهلي ضد سموحه على استاد القاهره الدولي الساعه 8 مساء بتوقيت مصر يوم 7 ابريل. الجوله الثالثه الاهلي مش هيلعب، هيبقى راحه. ماشي. الجوله الرابعه هيبقى قدام بيراميدز، مباراه صعبه جدا، على يوم 27 ابريل على استاد الدفاع الجوي يوم الساعه 8 مساء. ماشي. عايز اقول لك برضو الجوله الخامسه هتبقى 1 مايو، هتبقى قدام الزمالك، مباراه صعبه، دي بقى مباراه قمه يعني. زي الاهلي هيخلص من بيراميدز هيخش على طول في طحن، هيخش في الزمالك على استاد القاهره الدولي الساعه 8 مساء. والجوله السادسه هتبقى يوم 5 مايو، الاهلي هيلاعب انبي على استاد القاهره، بس لسه ما هتحددش الوقت يعني. والجوله السابعه يبقى يوم 20 مايو المصري ضد الاهلي على استاد المقاولون العرب، برضه لسه ما تحددش التوقيت بتاعها. ماشي. ده مباريات الاهلي في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز. طبعا انتوا عارفين ان النادي الاهلي هيلاعب الترجي التونسي الاول يعني يوم الاحد 15 مارس الساعه 11 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت تونس. ماشي. مباراه في تونس يعني. ماشي. مباراه مذاعه بقناه بي ان سبورت، وتقدر تشوفها على اكتب على جوجل يلا شوط. ماشي. وبعد كده النادي الاهلي هيلعب يوم 21 مارس، تبقى مباراه بقى ايه، طبعا المباراه اللي هي يوم 15 مارس يوم الاحد قدام الترجي، دي مباراه ايه الذهاب. مباراه بقى العوده او مباراه الاياب هتبقى في مصر، الاهلي الترجي التونسي يوم 21 مارس اللي هو يوم السبت الساعه 9 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وبعد كده النادي الاهلي هيلاعب سيراميكا كليوباترا في الجوله الاولى من الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعه الموافق 3 ابريل 3 4 2026 الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. ماشي. وبعد كده بعد بقى زي ما قلت لك بقى الاهلي هيلعب بعد كده سموحه يوم الثلاثاء 7 ابريل وهكذا بقى. ماشي. ماشي. لسه مع النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا سافر خلاص ل عشان هيقابل الترجي التونسي زي ما قلت لك يوم الاحد 15 مارس. ويعني المدرب اعلن عن قائمه النادي الاهلي قدام الترجي، قال لك في حراسه المرمى يبقى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحه، حمزه علاء. ماشي. خط الدفاع يبقى احمد رمضان بيكهام، ياسر ابراهيم، محمد شكري، يوسف بالعمري، هادي رياض، احمد عيد، عمرو الجزار، ومحمد هاني. وخط الوسط هيبقى محمد علي بن رمضان، مروان عطيه، محمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات، اشرف بن شرقي، احمد سيد زيزو، امام عاشور، اليو ديونج، طاهر محمد طاهر، واحمد نبيل كوكا. وخط الهجوم محمد شريف، مروان عثمان اوتاكا، و كامويش اللي هو اسمه كاتبين اليتسين يلسن، اسمه مش اسمه يلسن كامويش، اسمه كامويش وخلاص يا عم، طب تخترعوا اسمه وخلاص، ما علينا يعني. ماشي. عايز اقول لك انا يعني اتوقع المدرب هيحط التشكيل ده قدام مباراه الترجي، هيبقى في حراس المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع يبقى كقلبين دفاع هيبقى ياسر ابراهيم وهادي رياض، وهيبقى يعني يعني كباكين، باك يمين محمد هاني، باك شمال هيبقى بالعمري. خط الوسط هيبقى عندك طبعا هو هيلاعب بمروان عطيه، هيلعب ب 2 6 مروان عطيه إيلي ديونج، وهيلعب معاهم امام عاشور. هيبقى في خط الهجوم، هيبقى قلب هجوم، هيبقى ما اعتقد هيحط مروان عثمان اوتاكا. ويبقى كجناحين هيبقى عندك مثلا هيبقى تريزيجيه طبعا كده كده الجناح الشمال، وجناح اليمين ما اعتقد هيحط زيزو يعني. ماشي. اتمنى ما يحطش بن شرقي
اتمنى كل واحد يلعب في مكانه، اتمنى ما نلاقيش عشوائيه في الملعب، اتمنى ان احنا عايزين ناخد دوري ابطال افريقيا، اتمنى ان الزمالك يتغلب الماتش اللي فات قدام انبي بيوجعني، انبي بيوجعني ماشي، وحسام عبد المجيد ادينا هديه وكره جت في العارضه، فاتمنى ننزل ندغدغ الدنيا في دوري ابطال افريقيا، نكسب الترجي رايح جاي ونوصل، عشان ان شاء الله يعني لو لعبنا حتى صن داونز نكسبه، لان اللي هيفوز هيلاعب الصن داونز ان شاء الله، لان صن داونز بان هيلاعب فريق مالي ماشي. فاتمنى ان احنا ننشط كده ونركز ويبقى عندنا ريحه الدم، عشان احنا بناخد فلوس كتير وما بنقدش في الملعب، وكل واحد يلعب بروح ويخلي المدرب كده يشيل الصديد اللي في دماغه ده ويلعب كوره حلوه عشان عايزين ناخد الدوري وعايزين ناخد دوري ابطال افريقيا ماشي. ماشي انا قلت يعني اهو. طيب لسه برضو مع اخبار النادي الاهلي برضو. هقول لك اهو. النادي الاهلي طبعا يعني واداره النادي الاهلي محمود الخطيب سيد عبد الحفيظ و يعني اسمه ياسين منصور يعني عايز اقول لك هم مش واثقين اساسا في المدرب، وطبعا يعني كان قاعد ياسين منصور بعد ما محمود الخطيب اداله كل السماحات، هو اللي يعني هو يبقى هو اللي مكانه هو سيد عبد الحفيظ، فقعد يتكلم مع المدرب يستروب وقال له انا هنفذ لك كل طلباتك، بس اهم حاجه احنا عايزين ناخد الدوري ودوري ابطال افريقيا، واي لعيب انت عايزه هنجيبه لك باي مبلغ، شوف انت عايزه وانا هنفذه لك، بس ناخد الدوري دوري ابطال افريقيا، عايزين اللعب حلو والحاجات دي كلها والكلام الجميل ده. ف هم اساسا شكلهم مش واثقين فيه اساسا، وممكن ما يكملش وممكن النتائج تبقى واقعه، فبداوا يتكلموا مع حسام البدري اللي هو مدرب اهلي طرابلس الليبي، وبحيث اللي هو هل يعني يرجع يدرب لو في حاله اللي احنا مشينا يستروب نرجع تدرب النادي الاهلي تاني وكده يعني. فحسام البدري قال لك انا لا امانع العوده مجددا لقياده الجهاز الفني للاهلي، لكنه يفضل استكمال موسمه الحالي مع اهلي طرابلس قبل اتخاذ اي خطوه جديده. انا شايف اللي هي خطوه كويسه. وكل التعليقات قال لك يا ريت والله يا ريت والله كله يعني حسام افضل يعني، ويعني وعمل حاجه شغل حلو اساسا مع اهل طرابلس واخد معاهم بطولات حلوه يعني وكده يعني. فاتمنى هذا يعني لان احنا كده كده اساسا يعني المدرب ده مش هيكمل مع النادي الاهلي، لان اساسا هو المدرب مش حلو، هو المدرب نفسه مش حلو، فانت مش هتلاقي منه حاجه كويسه. فلما حسام البدري يجي خد مني كلمه والله لا اتمنى هذا، بس هو لو هو النتائج بتاعته مش حلوه وممكن تتغلب من الترجي وممكن يعني، فهو الفكره العامه لسه بدري على 3 ابريل يعني، فاهم انت قصدي؟ لسه بدري على الدور الثاني في الدوري المصري، فهو شكله مثلا احنا معانا يعني اللي هو الترجي رايح جاي طلعنا، فانت هتمشي المدرب وهتدفع الشرط الجزائي وهتجيب هتجيب بقى هتضغط على حسام البدري وهتجيبه ان شاء الله يعني ماشي. انا حبيت اقول لك الخبر ده يعني، والله تعالى اعلى اعلم، لا اتمنى هذا واتمنى المدرب ده يبقى كويس كده يعني. في خبر تاني معانا بيقول لك مفاجاه بشان انتقال احمد عبد القادر الى الزمالك. بصوا يا جماعه ما توجعنيش دماغنا، اي واحد عايز يروح اي فريق مشوه. احمد نبيل كوكا عايز يروح تركيا يحترف مشيه، احمد عبد القادر عايز يروح الزمالك بالسلامه يا حبيبي، ما توجعناش دماغنا يا جماعه، بالسلامه يا حبيبي، روح الزمالك يا ضنايا، ياخدي روح يا حبيبي الزمالك، ده اتضايقنا يعني مش ناقصنا قعده يا جماعه. قال لك بيقول لك قال احمد حسن عبر موقع فيسبوك خاص احمد عبد القادر يتم اتفاقه للانتقال الى صفوف الزمالك بدايه الموسم، والتوقيع رسميا سيكون من خلال ايام بعد اتفاق مع نادي القرمه العراقي. بالسلامه يا عم مش ناقصين عتا ينعل ابو ام دماغك يا جدع، ده انتوا لعيبه هم. الخبر اللي بعد كده في حد يسيب النادي الاهلي وراح الزمالك، ياخدي مقموصه يا حلوه، فقدنا هنتضايق يعني. روح يا عم، بيحبوا الحنكشه والترقيصه والكره بيبقى معاك وهوبا الله، اهم حاجه اللي احنا بنعمل شوف يرقصوا ازاي، شوف تعامل كوبري ازاي، لكن بناخد بطولات وحاجات من ديت لا ده كهام، ده احنا هنتجنن عشان نلعب النادي الاهلي مش حلو وما بناخدش بطولات بقالنا يعني، ما بتاخدش مش زي زمان، فاهم انت يعني؟ بص اللي فات ما طلعناش الا بالدوري بس، فاهم انت؟ طيب قال لك هنا برضه طبيب الاهلي كريم فؤاد يبدا العلاج التحفظي وعودته خلال 4 إلى 6 أسابيع ماشي، فده حاجه كويسه. اكد طبيب الاهلي ان عوده كريم فؤاد الى التدريبات الجماعيه من المتوقع ان تكون خلال فتره تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وذلك وفقا لمدى استجابه اللاعب للبرنامج العلاجي والتاهيلي، وده اهم حاجه اللي هو ما جالوش
يعني صليبي وكده يعني، وقعد فتره كبيره وما كانتش عمليه والحاجات دي كلها الحمد لله. فاتمنى ايه، لان انا بحب كريم فؤاد، وربنا يا رب يفك السحر الاسود اللي معمول لك ده. ولو حد بقى اذيك بقى قريب ولا بعيد، ربنا يا رب يعني. عارف انت لما سيدنا موسى كده دعا على قومه، على فرعون وقومه، اللي هو فرعون وجنوده، اللهم اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرى العذاب الاليم. فربنا استجاب، فربنا يا رب ينتقم من رأي الهي، يجي له شلل رباعي يا جدع، عشان يحس باللي هو عمله. اي انسان ظالم او مفسد في الارض او ايه، بيأذي الناس بالاعمال والسحر. طيب، قال لك بعد كده الاهلي يتحرك لضم مهاجم سوبر في الصيف بعد فشل كامويش. بيقول لك بدأ النادي الاهلي اهو في التحرك. واتحرك كده عشان هو ايه، حاسس ان ايه يعني كاموش ده مش لاعب حلو يعني. وقال لك وهو ظهر بمستوى مش حلو يعني، خلى النادي الاهلي ايه تشوف ايه مهاجم سوبر إيه يعني مكانه يعني. كشف الاعلام احمد شوبير ان مسؤولي الاهلي بداوا بالفعل التحرك للبحث عن مهاجم اجنبي سوبر من القاره الافريقيه، بهدف حل ازمه خط الهجوم وتعويض اخفاق تجربه كمويش، وذلك استعدادا للموسم المقبل. كل تعليقات يعني في واحد هبل قال لك ما خدش فرصته. ده جاي من كوكب المريخ. ماشي. والله واحد تاني ربنا يهديه برضه يعني، هو يعني بيحلم والحلم، فاهم انت يعني. تقعد بقى تغني اغنيه بقى ايه، سعاد صالح، اسمه ايه، اسمه سعاد صالح، مش فاكر اسمه ايه، اللي هو بتاعت النور ايه ايه النور مكانه في القلوب، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدموع الظلوم او الشر. مش فاكر بس الاغنيه بتقول ايه، بس عشان انا ايه مش مركز في الاغاني قوي يعني بقالي فتره. في واحد بقى فاهم كاتب لك ايه، هات يزن النعيمات في تحرك يزن المعلومات. خلي بالك نازل النادي الاهلي بيتكلموا، لان ممكن يعني بيتعافى من الاصابه يعني الصليبي اللي هو جاله. وبيكلموا برضو فيستون مايلي، بس هو سيد عبد الحفيظ يعني ايه متردد، لانك بيقول لك ايه اللي هو كبير في السن 33 سنه، عايز واحد صغير. بس انت لو جبت فيستون مايلي هتلاقي منه وسام ابو علي 100 مره والله العظيم. بس انت هاته بس انت مالكش دعوه بالسن ده، مالكش انت دعوه مع عبد الله السعيد بيلعب 40 سنه وبيأدي في الملعب. هاته بس انت مالكش انت دعوه، هات بس فيستون مايلي، هات بس يا عم، هاته وخليه يمضي سنتين ماشي، وهتلاقي منه شغل حلو والله العظيم. هاته بس سيبك بس موضوع السن ده. بسم الله ما شاء الله جولد بيرج، بسم الله ما شاء الله يعني. الجولد بيرج ده كان مصارع وحش. انت كده على جوجل كل بيرج بقى كده اتفرج عليه، ياكلك ياكلك هيخرج لك بالشاشه كده ياكلك. عشان بس ايه اقول لك بس ايه اللي انا جبت لك ايه الاغنيه اهي، اغنيه مدحت صالح 2002 كانت. فاكر انت فيلم بتاع عادل امام لما كان عامل فيه الكفيف، هو كان بيقلد فيلم اجنبي بتاع اسمه ايه، بريتشاين، مش بريتش، اسمه ايه، مش فاكر اسمه ايه، اقول لك اهو الباتشينو. معلش انا مش مركز، ما نمتش كويس، فبتلاقيني ايه كل الاسامي بتروح زي بتاع يعني ياسين منصور ويستروب وفن، فتلاقي مدحت صالح، فانا مش مركز شويه بس يعني، معلش انا اسف يعني. فاتفرج على الفيلم ده بتاع عادل امام، اسمه باين الطيور الظلام، باين مش فاكر. ماشي. يقول لك النور مكانه في القلوب، بحر الخروج شمس الغروب، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جبان لكن الأمل يفتح بيبان، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب. ده اللي عايز يجيب ايه، بقول لك مش بس نرجع لكلامنا، ده اللي عايز يجيب مين بيقول لك هاتوا كريستيانو رونالدو. يا عم ده انت مش عارف تمشي يستروب بشرط الجزاء، هيجيب كريستيانو رونالدو؟ انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ الله يهديك يا جدع. خلصنا اخبار النادي الاهلي، نيجي بقى ايه لنادي الزمالك. بس مش هتكلم كتير، انا هتكلم بس مباراه الزمالك في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، واقول لك برضه على مباراه بيراميدز بس ماشي. نبتدي بالزمالك. الزمالك هيقابل الجوله الاولى المصري البورسعيدي، مباراه صعبه يوم 3 ابريل 3 4 الساعه 5 مساء بتوقيت مصر على ملعب برج العرب. ماشي. انا اقول لك الاول هتبقى المصري البورسعيدي والزمالك، يعني اقول لك الاسم الاولاني المصري البورسعيدي، يبقى المباراه مش في ارض الزمالك يعني، يبقى مصر البورسعيدي هو صاحب الارض. الجوله الثانيه الزمالك راحه، الجوله الثالثه هتبقى الزمالك وبيراميدز يوم 23 8 مساء، 23 ابريل 8 مساء على استاد القاهره الدولي. الجوله الرابعه الزمالك ضد انبي 27 ابريل 8 مساء على استاد السويس. الجوله الخامسه الزمالك ضد الاهلي 1 مايو 1/5 الساعة 8 مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي. الجولة السادسة سموحة ضد الزمالك هتبقى يوم 5 مايو على ملعب برج العرب. الوقت لسه ما اتحددش. الجولة السادسة والجولة السابعة لسه ما اتحددش التوقيت. ماشي. الجولة السابعة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 20 مايو 20/5 لسه برضه التوقيت ما اتحددش على استاد القاهرة الدولي. ماشي. طيب قال لك هو الزمالك ياخد 4 مباريات على ملعبه باعتباره طرف أول.
ضد الأندية التي واجهها خارج أرضه في الدور الأول، بينما يحل الفارس الأبيض ضيفا في مباراتي سموحة والمصري بورسعيد فقط. ماشي. طيب، وأقول لك برضه الأهلي هيبقى إيه كم مباراة خارج أرضه كده يعني وجوه أرضه. طب بيراميدز قال لك الجولة الأولى هو هيرتاح، الجولة الثانية يبقى بيراميدز والمصري 7 إبريل الساعة 5 مساء على استاد السويس الجديد. الجولة الثانية الزمالك وبيراميدز 23 ابريل الساعه 8 مساء بتوقيت مصر على استاد القاهره الدولي. الجوله الرابعه بيراميدز ضد الاهلي هتبقى 27 ابريل الساعه 8 مساء بتوقيت مصر على استاد 30 يونيو اللي هو الدفاع الجوي. الجوله الخامسه بيراميدز ضد انبي 1 مايو الساعه 5 مساء بتوقيت مصر على استاد 30 يونيو اللي هو الدفاع الجوي. الجوله السادسه يبقى سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز الساعه 5 مساء بتوقيت انا اسف بيراميدز الجوله السادسه عشان انا اسف الحته دي الجوله السادسه سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز يوم 5 مايو على استاد قناه السويس الجديد. لسه ما تحددش الوقت، يبقى الجوله السادسه والجوله السابعه ما تحددش الوقت. ماشي. الجوله السابعه بيراميدز ضد سموحه 20 مايو لم يحدد التوقيت برضه وعلى استاد السويس الجديد. طيب ماشي. طيب اما عن يعني النادي الاهلي المباريات جوه ارضه وخارج ارضه هقول لك برضه ايه عشان برضه ايه يبقى قلت لك على كل حاجه. بس اعطيني ثواني. فين الاهلي اهو الاهلي فين؟ مش كاتب الاهلي اللي فين قائمه الزمالك مباراه الاهلي في المرحله النهائيه اهو. الاهلي هيلعب اول مباراه الجوله الاولى ضد سيراميكا هتبقى خارج ارضه. تاني مباراه هتبقى في ارضه. تالت مباراه هيبقى راحه اللي هي الجوله الثالثه. رابع مباراه هيبقى خارج ارضه قدام بيراميدز. خامس مباراة هتبقى خارج أرضه قدام الزمالك. سادس مباراة هتبقى في أرضه. وسابع مباراة هتبقى خارج أرضه. يعني النادي الأهلي هيلعب كم مرة خارج أرضه؟ أدي 1 أدي 2 أدي 3 4 مباريات خارج أرضه ومباراتين داخل أرضه. ماشي. ماشي. يعني قلت لك على كل الأخبار. يعني طبعا المباريات النظام يبقى عامل بقى إزاي؟ كل فريق يلعب مباراة. ماشي. يعني الاهلي هيلعب 6 مباريات، الزمالك هيلعب 6 مباريات، وبيراميدز هيلعب 6 مباريات. ماشي. قال لك يعني طبعا دول بينافسوا اللي هو السبع الاوائل في الدور يعني في المجموعه الاولى على الاول والثاني والثالث والرابع على ايه مين اللي ياخد المركز او مين يلعب في دوري ابطال افريقيا ومين اللي يلعب في الكونفدراليه. ماشي. اما الدور اللي هو المجموعه الثانيه ف الفرق اللي فيها بيلعبوا على الهبوط. ماشي. تهبط الاربعه الاخر في نهاية الموسم، وفيما يصعد 3 فرق الموسم المقبل ليصبح عدد الفرق الدوري حينها 20 فريقا. يعني لو لقيت الاسماعيلي هبط تتوقع الاسماعيلي يهبط يعني فاهم انت؟ هيهبطوه ويطلع مكانه ايه يعني هيهبط 4 ويطلع مكانهم 3 يعني عشان يبقوا 20 ايه فريق يعني. ماشي. عايز اقول لك هو في خبر هو مش حلو برضه للنادي الاهلي يعني يعني الفكره انت اللاعب الاسيوطي اللي كان بيلعب ما اعتقد اسمه ابراهيم الاسيوطي مش متذكر قوي يعني كان اللي بيلعب في كاس الرابطه. ماشي. اللي هو اسمه ابراهيم الاسيوطي اللي هو مواليد 2005. خلي بالك اللاعب ده حلو بس يعني عايز فرصه. تعرض لقطع جزء في الرباط الصليبي حيث يخضع اللاعب الصاعد للبروتوكول العلاجي المناسب تحت اشراف طبي دقيق خلال الفتره المقبله. ماشي. وطبعا هو بينتظر عرض اللاعب على الاستشاري جراحة العظام من اجل تحديد خطة العلاج المناسبة سواء بالخضوع لعملية جراحية او اكتفاء ببرنامج تأهيلي مكثف. ماشي. اتمنى ما يكونش جراحة يعني وكده يعني. ماشي. طبعا هو علق بقى قال لك الاسيوطي علق يعني قال لك الحمد لله حتى ترضى الحمد لله اذا رضيت الحمد لله بعد الرضا. ابتلاءات ربنا يعني ابتلاءات ربنا نعمة يعني لينا وجماعة اقدار ربنا يعني خير الله خير يعني ومشير الى تعرضه لقطع جزء في الرباط الصليبي يعني. ماشي. وكان التحم يعني الاصابه جت التحامه في القوي في المباراه التي جمعت الاهلي بنظيره انبي بيوجعني انبي بيوجعني انبي بيوجعني من اللي امبارح قعدت تلبخ عليا على طلائع الجيش وجيش بلدنا يا جي تحت انت مرزوع 1-0 مع الرأف يا جدع. يلا بالشفا يا زملكاوي يا عسل. ماشي. فكان الاهلي بيلاعب انبي مواليد 2005 والاسيوطي ابراهيم الاسيوطي دخل التحام قوي ما شفتش انا بقى اللي حصل يعني تصبر يعني بالاصابه ديت ربنا يا رب يشفيه يعني. ماشي. ماشي. بس كده يعني دي كل الاخبار يعني. يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. طبعا حقها يعني اساسا انا بشجع الريال بس خبر في حلو للاهلاويه يعني حمزه عبد الكريم يقود شباب برشلونه
امام ديبورتيفو لكورونيا. ماشي. قال لك شهد تشكيل برشلونه للشباب تحت 19 عاما تواجد المصري حمزه عبد الكريم لمواجهه اللي قلت لك عليه ديبورتيفو لاكورونيا في كاس اسبانيا. ماشي. ودفع بول بلاناس المدرب الفني للفريق برشلونه بحمزه عبد الكريم في التشكيل الاساسي للمباراه الثانيه على التوالي. ماشي. وقال لك وكان حمزه عبد الكريم قد شارك في تعادل برشلونه امام هويسكا 2-2 في المباراه الماضيه، واستطاع حمزه عبد الكريم ان يسجل هدفا ويتسبب في ركله جزاء. ويقضي حمزه عبد الكريم 6 اشهر اعاره مع نادي برشلونه حتى نهايه الموسم الجاري، ويحقق لبرشلونه شراء حمزه ويحق لبرشلونه ويحق لبرشلونه شراء حمزه عبد الكريم بنهايه الموسم الجاري وفقا لعقد الاعاره مع الاهلي. فاتمنى يتالق يعني حمزه عبد الكريم، واتمنى اللي هو يتالق جامد جدا وبرشلونه تشتريه ويلعب بقى مع ليفاندوفسكي بقى ولامين يامال بقى وبيدري بقى، ويا عم تشوف رافينيا العسل وكوندي بقى والعالم ايه اللي بتلعب حلوه ديت يعني، مع يعني مش مع اسمه انا نسيت المدرب بتاع برشلونه. نسيت المدرب بتاع برشلونه يا جدع، اسمك ايه؟ هانز فليك. هانز جالي زهايمر ولا ايه مش عارف والله. ماشي. فاتمنى ان انت تتالق، بس انا يا بص يا حمزه عبد الكريم انا هشجعك، لكن بعد تلعب قدام الريال انا بشجع الريال والدوري ريالي ودوري ابطال اوروبا ريالي. انا بحب كريستيانو بس والله، بص مش لو خدت حاجه والله افرح لك يا عم الحاج. ماشي. انا قلت لك على كل الاخبار، سامحني لو انا بنسى، معلش ما بنامش كويس يعني، نوم قليل 3 4 ساعات في اليوم، ساعات ساعتين، يعني ساعات لما ربنا يكرم 6 ساعات، فانا اسف جدا يعني. ماشي. اول بقى لو انت من عشاق النادي الاهلي او من عشاق نادي الزمالك او من عشاق نادي اي ناشئ في العالم، يعني كنت عايز افكرك بس، انت شفت مباراه ريال مدريد يلا والسيتي؟ كانت مباراة عالمية. شفت انت لفالفيردي يا معلم يا معلم؟ الجول الاولاني راح توب كورته عطوا له الكوره، لا الفالفيردي لا خدها وحطها في الجون. الجول التاني برضه حلو في فيستون اسمه ايه فينيسيوس جونيور بقى وكده، وبرضه فالفيردي اللي جابه. سيبك بالجول الاولاني وكده، اتمتع بالجون التالت. ايه الحلاوات ده فالفيردي؟ وبعدين يا ابني بنشوف منك ايه الجمال ده فالفيردي ده، انت يا ابني يعني شكرا يا فالفيردي ده. بص يعني بص ما نجيش بقى في المباراه الاياب بقى نتغلب 10 ولا حاجه، لا احنا عايزين ايه نضغط كده، عايزك فالفيردي تقلب تجيبها 6 جوان 6 جوان، فاهم انت؟ اخد بان كان مين اللي اداها له؟ بان مين اللي ده؟ ابراهيم دياز مش فاكر. المهم بان ابراهيم دياز حلوه، اداها له حلوه قوي، اخدها وراح ايه شايل. شوف بس الجول وحلاوه الجول، انا مش عارف اوصف لك الجول بحلاوته يا معلم. يا فالفيردي جاب هاتريك وفينيسيوس جونيور ضيع ضربه جزاء، كان هيبقى 4 فينيسيوس جونيور. ما علينا يعني، مبروك لريال مدريد يعني. طبعا برشلونه كانت اتعادلت 1-1 مع نيوكاسل، ضربه جزاء في الاخر خالص لامين يامال. يلا يعني ان شاء الله. هو كنت بسال دلوقتي واحد قال لي برشلونه بيقول لي ايه احنا مركزين مع دوري ابطال اوروبا، ان شاء الله ما تاخدوش، كفايه عليكم 2015. ماشي. عموما لو انتم من عشاق نادي ريال مدريد او برشلونه او اهلي او الزمالك، اشترك في القناه ده كل في الموضوع. سلام.